السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا وحشتونا جدا. الاهلي لاعب انبي، والاهلي يتعادل مع انبي. مباراة احسن حاجة فيها انها خلصت. عقم في كل شيء. احسن حاجة في المباراة امبارح انها فعليا خلصت. حبايبنا الاول ادعمونا بلايك. اللايكات يا جماعة بعد اذنكم اللي يشوف الفيديو حط لايك، انت مش هتخسر حاجة، بس اللايك بيفيدنا كتير ان الفيديو بيوصل لاكبر عدد من الناس. زي ما اتكلمنا ان احسن حاجة في المباراة امبارح، المباراة فيها حاجتين حلوين امبارح. أول حاجة إن المباراة خلصت الحمد لله، والعقم والعك الكرة واللي كنا بنعمله امبارح خلص. تاني حاجة كالوشة بتاع انبي، يعني ما فيش في المباراة كلها حاجة غير كده، إن هي الحكم خلصنا منها ومن قرفها. وكالوشة لاعب انبي إنه ضيع ضربة الجزاء في الدقيقة 88. كان زمان خسرين 3 نقاط وداخلين السنة الجديدة متعكنين ومتنكدين، وحالتنا يعني حاجة مش حلوة مش حلوة. بصوا، في حالة عقم كامل في الفرقة. الدفاع ضارب لخمة، خط النص كله مش موجود. بينزل لك عمر الساعي عشان يقتل الراجل ويحرق. انت بتنزل عمر الساعي وهو الراجل، انت فكرته البيرو عمر الساعي؟ هو انيستا عمر الساعي منزله في الماتش معقرب، والناس بتدافع واجنحة الفرقة مقصوصة ومقصفة وحالتها كرب. فين يا عم الاختراقات؟ فين يا عم الجمل؟ بلوم على كل اللعيبه فيها مشكله وعندها مشكله كبيره، وعندنا مدير فني. انا مش عايز اقول زي الناس، مش عايز اقول زي الناس، بس اللي احنا شفناه امبارح ده فلس فني وفلس تكتيكي على ارضيه الملعب. المدافعين ضاربين لخمه، الاجنحه مش قادره، اكرم توفيق 200 كوره مش عارف يعمل اوفر زي الناس. الناحيه الثانيه يحيى عطيه الله مفيش خالص، مفيش نهائيا، لا دفاعيا ولا هجوميا امبارح. امام عاشور احسن خط وسط 8 في مصر. العبه جناح ليه يعني؟ ده عشان ايه؟ بناء على ايه في دماغك انت؟ انت عايز تنتصر لقناعاتك والسلام. ارضيه ملعب كمان زي الزفت، بس ده مش مبرر. التدعيمات يا كابتن محمود يا خطيب، الاداره بتاعتنا احنا محتاجين تدعيمات. احنا مش محتاجين جناح واحد، احنا محتاجين جناحين تقال، محتاجين جناحين زي كينو اللي كان في بيراميدز. محتاج جناح يعدي 1 على 1. محتاج امام عاشور يرجع يلعب 8. محتاج مهاجم كمان جنب وسام. محتاج مساك كمان مع الجماعه اللي ضاربين لخمه امبارح مش شايفين قدامهم. يا جماعه ارحمونا، مش كده. تعبنا احنا. الفرقه محتاجه تدعيمات، محتاجه شغل. المدير الفني امبارح بيقول لك اصل الناس بتدافع. ما هو طبيعي ان انبي عايز قدامك يدافع، ما انت مستني من انبي ايه؟ ده انبي مش اسبانيول. هو احنا كل مره وكل مباراه نخسر فيها نقاط، وكل مره نتهزم فيها نطلع التدعيمات. بقى لنا سنه بنتكلم في تدعيمات، ادي شهر 1 بكره ماركاتو هيبدا بكره. عايزين نشوف شغل الاداره في التدعيمات وتقويه الفرقه. انا مش شاغل بالي بكاس عالم انديه زي الناس، انا شاغل بالي ببطوله افريقيه ودوري والكاس. صح يا جماعه شويه. انا مش مخلص عندي كاس عالم انديه، انا عندي بطوله افريقيه وعندي دوري. نصحصح بعد شويه المدرب يفوق من القرف اللي شفناه امبارح. وما حدش يقول لي التحكيم ما عملش. عارف ضربه الجزاء بتاعتهم ما فيهاش اي حاجه. ضربه جزاء اللعمه شايفها، ضربه جزاء اللعمه شايفها على ياسر ابراهيم. ضربه جزاء واضحه، والكره بتاعتهم اللاعب ايده في جنبه. ولو حاطه باخطاء تحكيميه، الاخطاء التحكيميه ليك وعليك. مش هنعمل زي الناس ونفكر بظهرنا. الاخطاء التحكيميه ليك وعليك. الماتش امبارح ما كانش فيه اخطاء تحكيميه، انما العك الكوره اللي شفناه امبارح من فرقتنا ده زفت. الحاجه الاخيره معانا في الفيديو النهارده، صفحات الزمالكاويه. الزمالك كسب الاتحاد بضربه جزاء، مش ضربه جزاء ماشي بس ما هيش طرد، والكره بتاعت دونجا مش انذار. فجر تحكيم، هنتكلم زي ما بتتكلموا. بس انا بستغرب على صفحاتهم لما الاهلي بيحصل معاه خطا تحكيمي بيطلع يقول لك كسب بالتحكيم والاهلي والبطولات الحرام. ولما هو امبارح كسب بالتحكيم قدام الاتحاد طلع قال لك ايه؟ الحكم اخطا وهي مش طرد بس مش ضربه جزاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحياه امك يا حبيبي، ده انت في اخطاء الاهلي بتنصبها مندبه. في اخطائك انت بقت كلمه وسنه عشان يعني انه ايه؟ اصل انا قلت الحقيقه. لا يا حبيبي، انت بتقولها بمزاجك. انت بتاخد الاخطاء اللي للاهلي وتعالي بها الريتش عندك، عشان انت عارف انت لو قعدت 200 سنه تتكلم على فرقتك مش هيعلى الريتش عندك ومحدش هيعبرك، فانت بتحطها في الاهلي. ده في واحد انا اعمل له حلقه مخصوص
اسمه جيمي، لابس لي تيشيرت الاهلي وطلع من 24 ساعه 24 ساعه بيقطع في الاهلي. مش عايزين ندي الناس حجمها اكتر من كده، بس استقيموا. استقيموا، زي ما بتتكلم على اخطاء هنا اتكلم على الاخطاء هنا، يا ما تتكلمش على اخطاء الحكام. محدش هيسكت لك ومحدش هيسيبك. للمره المليون، الانتقالات التدعيمات. دي كانت اخر حاجه معانا في فيديو النهارده. اخواتنا وحبايبنا ادعمونا بلايك يا جدعان، اللايك وشير وكومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.